لو احنا هنتكلم عن تشخيص قطع الاوتار الدواره بتاع مفصل الكتف او قطع اوتار الكتف، لازم نعرف ان تشخيص قطع الاوتار الدواره خصوصا لو هو في اوله بيكون صعب جدا وبيحتاج فحص دقيق للمريض، وبيحتاج ان احنا دايما نرجع للمثلث اللي احنا بنستخدمه في التشخيص، وان احنا اول حاجه ناخدها من المريض هو الهيستوري او التاريخ المرضي بتاعه، ونعرف اذا كان هو بيعاني من امراض مزمنه زي السكر او الغده الدرقيه، او كان حصل له اصابه مباشره في مفصل الكتف، ونعرف عمر المريض. كل الحاجات دي مهمة جدا زي ما احنا شرحنا في العوامل اللي ممكن تؤدي الى حدوث قطع. قلنا ان لو كان المريض عنده سكر او عنده غده درقيه او حصل له اصابه مباشره زي ان هو وقع على كتفه، او عمره قد ايه لو كان حصل له خلع في مفصل الكتف، لان كل ده هيدينا تصور مبدئي ودقيق عن احنا عايزين نروح فين في التشخيص بتاع المريض.